في معنا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك سيدي؟ يا مرحبا سيدي انا داخل على الله ثم عليك. الله يقدرنا يا رب. سيدي انا زلمه مواطن متجوز. نعم. وتجوزت من ناس وعالم. نعم. والله يا رب العالمين عندي امي عايشه، خيرتني بيني وبين امي. مرتك خيرتك يا انا يا امك؟ الله يا رب يسلمك تختار الصح. الله حيه الله حيه. قلت لها امي بعد رب العالمين. كيف الشباب. ايوه. اجى زلمه شرواك ولد هون اعطاني بنته هديه واعطاني بيت معها. دقيقه يا زلمه احنا بعصر الصحابه. شو سوى الزلمه؟ اعطاني بيت وبنته، قال لي هذول هديه عشان امك. لانك بار بامك؟ ايوه. الله اكبر. طب انا بار بامي يا اخوان. ايوه. طيب. انا ما عندي شيء، لا اساس، لا عندي شيء، بدي اتجوز مش قدير، لا معي لا اكل ولا اشرب. بس سؤال. دقيقه انا هاي سؤال قصتك لازم تستوعبها. انت كنت متزوج مرتي خيرتني بيني وبين امي. يعني امك سكنت عندكم بالدار؟ ومرتها قالت لك انا ما بسكن انا وحماتي. انا رحت استاجرها دار. طيب امك بتقدر تستاجرها بيت ثاني انت؟ لو بستاجرها ما بطلعها من عندي يا دكتور، امي هاي. بس انت الها غيرك؟ ما الها غير، وحيد. ما لكيش غير. ابوك وين ابوك؟ ابوي متجوز الله يستر امره. وامك الان بدها تضيع اذا ما سكنت عندك. طبعا يا دكتور. امك بتضيع اذا ما سكنت عندك. طبعا يا دكتور. الدار اللي كنتوا ساكنين فيها كم غرفه؟ مخزن على الشارع يا دكتور، تعال شوفه بعينك. الدار اللي كنتوا ساكنين فيها بالاول مخزن على الشارع؟ مخزن وحاط له باب المنيوم وقسمه غرفتين بالخزانه يا دكتور. الله اكبر. طب والام لو روحت امك وين بدها تروح امك؟ وين؟ لو انت اخترت مرتك قلت لا انا بدي مرتي وامي بدي اشوف لها مكان ثاني، وين بتروح؟ امي بتروح على الشارع وانا بروح على النار يا دكتور. بتروح على الشارع؟ وانا بروح على النار. يعني انت كنت مضطر انك انت تسكن امك عندك؟ مش مضطر، غصب عن شاربي بامي. طيب. امي. والمرة ما صبرت؟ ما صبرت وراحت عندها لا زالت، وماتت بنتي عندهم عمرها 3 سنين ونص. الله. سامحتهم، وبس سامحتهم رفعوا علي دعوة وطلقوا البنت، وبدفع عنهم كل شهر 200 دينار مع البنت الثانية اللي معها بتروح بتيجي بنتي. 200 دينار نفقة؟ نفقة إلها وللبنت وبدل سكن. وذهبها مؤخرها يا دكتور كمان، كله مع بعض. الله أكبر. أمي هاي يا دكتور. طيب والزلمة اللي اجى ساعدك شو موضوعه؟ الزلمة ساعدني، قال لي يا عمي عن طريق جماعة شروات ولتون انه انا زلمي لحالي عندي امي. قلت له يا عمي انا بدي استر، بدي بنت ناس استر عليها. قال لي بنتي لك هدية. لانك بار بامك؟ بس عشان امي. الله اكبر. بدي الشباب يسمعوا البر الوالدين بس. اعطاك بيت واعطاك زوجة. طيب وانت الان شو اللي بدك اياه؟ بدي اثاث يا دكتور، بدي ابوها بقول لي لا تجيب غرفة نوم، جيب اي شيء تاكل تطبخ ثلاجة تحط اكلات فيها. قديش بدك اثاث؟ جيب شيء. قديش بدك اثاث؟ والله بلزمني من 1500 ل 2000 دينار، والله ما معي منها شيء. ما عنديش شيء، ما عنديش شيء نهائي دكتور. بدك 1500 ل 2000 دينار؟ بدي أسس يعني أساس، بدي أجيب ثلاجة، سجادة، مضيف، الثلاجة أحط بالحج هالأكلات، ما أنت عارف أمهاتنا شو بقول العدس والشوربة. بنحفظ لنا هنا اسمي. قديش عمرها أمك؟ أمي 51 سنة. بركة، فيها البركة إن شاء الله، فيها البركة إن شاء الله، فيها البركة إن شاء الله. الحمد لله على كل شيء دكتور. والجماعة مش مقصين، بدي أتجوز، لا بدنا صلاة ولا بدنا نلبس البنت ونروح، يعني منين أجيب؟ كل بر بالوالدين. إن قال لي الزلمة روح يا عمي العادات والتقليد ما تزبط، طلق بنتي، بدي أروح أنا على الشارع حتى. الزلمة ساكتني والله. فأنت الآن بدك أثاث مشان تسكن؟ بدي أثاث، لا بدي صلاة ولا ذهب ولا. البنت بتقول لي أنا راضي بأمك وراضي فيك. الله أكبر. يا رجل شو تربيتها هاي؟ شو الأبو هذا؟ يعني البنت بتقول لأبوها لا بدي صلاة ولا بدي ذهب، بدي أمسك رياضة. وراح تنقل أمك لعندك؟ طبعا يا دكتور. أمي هسه خاطب البنت وأمي عندهم، أركيه بالدار يا دكتور. هي بتطعميها، هي بتسقيها. البنت؟ سيدي أركيه وروحوا عليها على الدار هسه بودي، واسألوا الجيران قد يصير أمي. الحمد لله اللي فيه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. مين يتخلق بأخلاق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. الحمد لله. اسمع، صلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. عشان برك بأمك وخدمتك لأمك ورضا أمك عليك، اليوم قبل الساعة 5 بتيجي علي على إذاعة يقين، ولك عندي 1000 دينار، هذول هدية لوالدتك
ولزوجتك لعل الله عز وجل يبارك لك. هذول من هذه شخصية، وإن شاء الله ناس بيساعدوك. الخير إن شاء الله ناس بيساعدوك إن شاء الله. تيجي علي قبل الساعة 5 إلك لبرك بأمك واختيارك لأمك 1000 دينار، لعل الله عز وجل يستر بيتك ويكسبك رضاها. بس بدي أطلب منك طلب، خلي أمك تدعي لنا، أمك مستجابة الدعوة يا رجل. مرته وأمه بتصير بالشارع وهو على النار، إنه قشعر بدني من حكيه. والله والله، لأنه الحمد لله إني في بلدنا هذه العينات، وكتبوا عنه، هذا اللي كتب عنه بالصحافة، هذا اللي كتبوا عنه بالمواقع، عن بر الوالدين، عن النخوة، عن هذا الأبو الصالح، عن البنت اللي وافقت، عن الزوج اللي قبل واختار أمه. الحمد لله اللي إحنا ما زال فينا خير وفينا ناس بهذا البر وهذا العطاء، الحمد لله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور. بالرجل الصالح والأب الصالح والنسيب الصالح. الله يبارك فيك دكتور. الله يعني احنا لما حكى معنا نسيبك ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتمم على خير، قلت له بدي احكي مع الاب، هالاب اللي يعني شو اللي خلاك تختار او تبذل هالعطاء هذا للرجل الطيب؟ والله دكتور، اول حاجه يعني درجه اولى لامه. يا سلام. يعني كأمه شويه ما يعني مفصوله عن زوجها وهو الوحيد إلها، فكان اكثر حاجه اني انا اعطيته والله كرمال رب العالمين. يا الله يا الله. لانه والله بعد بر الوالدين ما في. انا من فضل رب العالمين عشت عند امي وصاحي على حياه امي وبرضا والدين والله من وراء امي بفضل رب العالمين، ولهذا السبب اني اعطيته كرمال رب العالمين ثم. يا رب لك الحمد. والله وفي ناس مقصرين جدا جدا مع الوالدين، لكن اتمنى من الله كل انسان يرجع على صفحته الاساس، لانه والله ما في بعد رضا الوالدين، ودرجه اولى الام. الام يعني دعوه منها والله تنجيك من اشياء كثيره وبتقربك الى الله عز وجل. فلهذا السبب اني اعطيت الانسان هذا والله بس من اجل امه، لانه كمان رضي مع امه، وامه من الناس الصالحات والكريمات والمحترمات. يعني الثنتين اغلى من بعض، تعطيه بنتك وتعطيه بيت. نعم. يعني والله يا رجل انك مضرب مثل. والله من فضل الله. والله لو انا كمان يعني بدي اني اعمل اكثر من هيك، لكن والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا عندي بيت وكان مستاجر البيت لشخص ما، والله طلعته منه، انا حطيته هو وامه، والان والله موجودين عندي في بيتي. احكي للابهات اللي قاعدين بغالوا بالمهور وبتطلع على المال وعلى الذهب، بتطلع على السيارات على الشقق. والله دكتور، قول لهم انا تاجرت ببر الام. انا تاجرت ببر الام. والله تاجرت ببر الام. والله امي لما كانت طيبه كنت امر اطلع مع شغلي صلاه الفجر، كانت تصلي وتقرا القران وابوسها تقول لي الله يرضى عليك. والله من ماتت امي قل رزقي. يا الله. والله من ماتت امي قل رزقي، ما كانت وهي موجوده رزقي والله ما اتلحق من هون ومن هون. والله يا اخوان بر الوالدين ما في بعده. والله يكفي انه رضا الله من رضا الوالدين. يا رب. وانا اطلب من الله من كل انسان بيسمعني او ما بيسمعني او انه بوصل رسالتي عليكم ببر الوالدين. وشوف جرب اللي بيسمعني يجرب، بس ينزل على امه كل يوم ويبوسها ويبوس راسها ويطعميها ويغسلها ويطلع يشوف رزقه بيجيب ولا ما بيجيب. هذه الشغله الثانيه، يعني شو الفائده انت لما يجي عليك انسان زوجه وتقول له 10,000 ذهب او 5,000 ذهب، 5,000 اثاث منك مصفين، وانه الاخ عليه دين حوالي 20,000 ولا 10,000، فوت على ثلاجه بنتك ما تلقى حبه بندوره فيها. ليش يابا؟ والله يابا بسد بدينه. نعم. والله يابا منين نجيب؟ والله يابا راتبه محدود. والله يابا اخر شيء الفقر ترى بيجيب المشاكل للبيت. صح. والله يا دكتور بيجيب المشاكل للبيت. صح. لكن اوصي اولياء الامور انهم يخففوا المهور قد ما قدروا،
ويعطوا ويبثوا، وحتى اذا بيجيك انسان طيب وكويس مش غلط انك انت تساهم معاه وتدفع عنه كمان، هذا مش عيب اصلا، هذا مش عيب. اللي امناه على اعراضنا ما بنساله عن المال. طبعا شيء اكيد. بعدين هذا يعني عدم المؤاخذه من سنتنا، يعني محافظ على ديننا ومحافظ على بنتنا ومحافظ على زي ما بيحكوها احنا بلغتنا على لحمتنا. نعم صحيح. بدنا احلى من هيك. لما انسان يجينا منيح وخلوق وصاحب دين، والانسان والله اللي اعطيته انه والله انه خلوق، والله انه خلوق. اتمنى الحمد لله من كل الاخوه اللي بيسمعوني انهم لا يرفعوا المهور على بناتهم. يا اخوان انت لما تطلب مبلغ 4000 ولا 3000 ذهب لبنتك، انظر انه بنتك بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاث ما فيش خبزه تاكلها. صدقت. بسبب الديون اللي حملتها انت بتكون نفسك كولي الامر ابو البيت، انت اللي حملت بنتك الاشياء وانت اللي حملت جوز بنتك الاشياء. ما شاء الله عليك. واتمنى لكم دكتور التوفيق. الله يحفظك، وان شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى بيقدرنا نكمل المعروف اللي احنا ما بنلحقك فيه، لكن انت بدات خيط معروف، وان شاء الله اذاعه يقين مستمعين يقين بنكمل معك، لانه هذا قدوه ونموذج. وبعدين اعجبني انه خليتك تحكي براحتك بس عشان اللي بيسمعونا يفهموا انه هذا الاب عنده فكر، مش اب هذا زي قلت من قال يلا بس بده يشيل، لا، قاعد بيحكي بفكر، بيحكي بعمق، بيحكي بدين، بيحكي بترتيب. والله انت لازم يعطوك منصب، والله لا يا سيدي الله لانه انت عم بتوجه فكر، انت بتعطي فكر، مش والله بس انا والله بنتي بدي اخلص منها، لانه في ناس بيقول لك يلا بس مشايل، لا مش مشايله، الزلمه قاعد بعرف شو بحكي. وانا اعطيتك فرصه ومجال تحكي براحتك حتى الناس تفهم من فكرك، والناس تعرف انك انت لما اعطيت عن معرفه، عن خبره بالحياه، عن فهم، عن عمق، عن توجه، عارف شو بتعطي. ربي يبارك لك ان شاء الله. واحنا بنعتبر هذا اليوم يوم الاثنين ترفع فيه الاعمال هو فرحه لاذاعه يقين، واحنا بنبشرك ان شاء الله راح نوقف مع نسيبك حتى ان شاء الله يتمم على خير كامل مكمل. انت ما قصرت، واحنا ان شاء الله انه بنكمل معك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وانا بدي اخلي اسمك واسم العريس مجهول، لانه احنا لا نعلمك ولكن الله يعلمك. احنا طبعا تعرفنا بعض على التليفون تحت الهواء، لكن كاذاعه ما بدي انشر لا اسمك ولا اسم العريس، مشان نموذج من الاردن، نموذج من اهل الفكر. ربي يبارك لك ويبارك لزوجتك ويبارك لبنتك ان شاء الله. امين امين. وربنا يحفظكم كثر من امثالكم. بارك الله فيك. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وتكونوا ان شاء الله قدوه وقدر لهالبلد. الله يحفظك. الله يحفظك.